السلام عليكم. معليش كلام يمكن يكون صعب شوي. كلمة عذاب صعبة، لو قلنا لك في غرفة للتعذيب تخاف شوي. طيب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ في كل صلاة قبل أن يسلم: اللهم أني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. في عذاب في القبر وفي نعيم في القبر. يهمني إشارة بسيطة: أيقظوا أولادكم لصلاة الفجر في المسجد. الأولاد اللي ينامون عن الصلاة ويصلون لمع الظهر ويمكن ما يصلون، هذول على خطر كبير جدا، وأنت أيها الأب مسؤول عنهم يوم القيامة. ارحم أولادك. أولادك قد يعذبون عذاب طويل في قبورهم بسبب أنك أنت ما قومت من صلاة الفجر. طيب، هذا واحد يقول الله يهديهم، أنا ما أملك إلا الدعاء لهم. ما شاء الله عليك، كويس. ليش تقوم من الدوام؟ ليش تقوم من المدرسة؟ ليش تتابع في اختباراته؟ ليش ما تدعي له أن الله يوفقه في الدراسة ولا تقوم من المدرسة ولا الاختبار؟ ليش تشتري له أكل وشرب؟ الله يرزق طعام وشراب. كما أنك حريص على دنياهم، احرص على دينهم، خاصة الصلاة. شوف ولدك لو أنه مقصر في أشياء أخرى الله يهديه، صح. أما موضوع الصلاة أيها الأب أيتها الأم، اتقوا الله، الموضوع خطير جدا يا أخوان. الموضوع خطير. الصلاة أول ما يحاسب عن الإنسان يوم القيامة صلاته. رضا الله في الصلاة، محبة الله في الصلاة، التوفيق في الصلاة. قوموا أولادكم من الصلاة، الله يرضى عليكم، حرام عليكم.